حضرموت عنتر في مدينة العبور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. معاكم اسلام زايد، والنهارده هتكون معانا تجربة جميلة عملناها بعيدا عن الرحلات. المكان اللي احنا هنتكلم عليه النهارده هو اسمه حضرموت عنتر. زي ما انتم شايفين، اول ما بنخش بيكون على ايدينا الشمال ده المكان اللي هم بيبيعوا اللحمة. بالنسبة للزباين لو حد عايز يشتري لحمة او حاجة زي كده، هم بيبيعوا لهم من المكان ده. واول ما بنخش بيكون على ايدينا اليمين بيكون فيه المسجد، بالاضافه لكده ان بيكونوا عاملين كيدز اريا بالنسبه للاطفال زي ما انتم شايفين كده، بتكون مناسبه جدا للاطفال هناك. يعني انت مثلا وانت قاعد في المطعم، لو انت حابب مثلا تخلي الاولاد يلعبوا او حاجه عقبال ما الاكل يجهز او بعد الاكل اللي هم يلعبوا شويه، المكان برده موفر لك كل الخدمات دي. الى جانب كده كمان موفر لك برضو نظام المشروبات لو حبيت تشرب اي حاجه. دي حاجه. الحاجه التانية بالنسبه للقعدات اللي موجوده داخل المطعم، المطعم متوفر لك كذا قعده. يعني مثلا في قعدات بتكون مكيفه، وفي قعدات بتكون عامله زي نظام العربي او الخيمه البدويه، وفي نظام اللي هو الترابيزات العادي اللي موجوده في الحدائق. طبعا زي ما انتم شايفين دي النظام اللي هو المنطقه الخارجيه اللي قبل الصاله المكيفه. زي ما انتم شايفين احنا كده هنخش بقى على الصاله المكيفه. الصاله هناك مقسومه جزئين، هما الاتنين نفس النظام ونفس كل حاجه، بس ما بيفتحوش الصاله التانية الا لو كانت الصاله الاولى كومبليت. زي ما انتم شايفين دي كانت صاله كانت فاضيه خالص لما احنا كنا موجودين، علشان ما كانش فيه عدد كبير يعني من الزباين، فما كانش فاتحينها. بس هي نفس القعده ونفس النظافه ونفس التعامل ونفس كل حاجه بالنسبه للقاعه التانية. المكان بصراحه التعامل بتاع الناس هناك راقي جدا، والقعده اللي فيها تكييف دي بصراحه مريحه، خاصه للناس اللي ما بتستحملش الحر او بيحبوا يقعدوا في مكان مكيف شويه. ودي زي ما قلت لكم القعدات اللي انا قلت لكم عليها دي نظام زي الخيمه الرمضانيه زي ما انتم شايفين. طبعا بقى مش عاوز اقول لكم على جوده الاكل كان هناك كانت عامله ازاي، وطعم الاكل كان عامل ازاي. بجد كانت حاجه جميله جدا، واتمنى باذن الله وان شاء الله كده ان انتوا لما تجربوه يعجبكم برضه. ما تنسوش لو حد جرب المطعم ده برضه يعني يبعت لنا رايه في الكومنتات، سواء كان حلو ولا لا، ايه اللي مثلا لو لا قدر الله ايه اللي ما كانش عاجبه هناك. وبرضه كلنا بنستفيد مع بعض. ما تنسوش ان انتوا تتابعوا الفيديوهات اللي انا بنزلها، واتمنى باذن الله ان شاء الله كده تعجبكم، سواء كانت على قناه اليوتيوب او على صفحه الفيس او على قناه التيك توك. هسيبكم دلوقتي تتفرجوا على الفيديو وتشوفوا الاكل عامل ازاي، وادي نظام السيرفيس اللي هما بينزلوه. وما تنسوش اللايك والشير للفيديو. شكرا جدا ليكم مره تانية.